الليلة سنتخلص منه ومن تلك الفتاة. أبي أرجوك لا تتركنا. أختاه، مولاتي الملكة شهرزاد، البشرى تعم أرجاء المملكة. مولاي أمر بحفل لم يشهد له الزمان مثيلا. حقاً هذا رائع جداً. لا مزيد من القصص الآن، فقد حضر الضيوف، الأمراء والملوك على الأبواب. مولاي، لقد كان هذا الحفل بهجة للقلب، لا أدري كيف أرد لك جميلك. إن كان لي طلب منك فأكملي حكايتك، فقد صرت أنتظرها كل ليلة، ولست أنا وحدي من ينتظرها بشغف. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن التاجر الأمين عاد إلى الواحة المسحورة ينتظر حكم الجني وولده، وهناك التقى ب3 شيوخ أعجب من العجب. يا شيوخ الحكمة، أدركوني قبل أن يدركني الهلاك. هذا يوم ضاق فيه صدري واتسعت فيه الصحراء. اذهب واستدعي هذا العفريت وولده. فإن رأى ابن الجني عجبا يفوق العجب نجا الأمين من التنكيل. مقابل كل حكاية تدهش سمعي أوهبه ثلث حياته. ثم تقدم الشيخ الأول صاحب الكلبين وقال: أيها السادة، إن لهذين الكلبين قصة عجيبة، قصة بدأت منذ سنين بعيدة. في مدينة عامرة على ضفاف النهر، كان أبي تاجراً كبيراً في سوق التوابل. بارك الله فيك يا بني. عرف بين الناس بالصدق والأمانة. التاجر الصادق لا يخسر أبداً، إلزم الأمانة. أحبني كثيراً وعلمني أن التجارة شرف قبل أن تكون ربحاً. أيها السادة، لدينا أجود أنواع التوابل في هذا السوق. هل جاء أخواك ليساعداك في العمل؟ وكان لي أخوان توأم لا يشغلهما إلا اللهو وإضاعة المال. لقد مرت السنين وتغير كل شيء إلا حال إخوتي. ومضت الأيام حتى جاء اليوم الذي خشيته. مرض أبي مرضه الأخير وأوصاني وصية ثقيلة. شفاك الله يا أبي، ستعود إلى السوق قريباً. يا بني، مهما قسوا عليك فهما إخوتك، لا تتركهما. وما إن وريناه التراب حتى تقاسم أخواي المال وتركوا لي القليل. كيف تفعلان هذا؟ هذا مال أبينا وليس ميراثكما وحدكما. لقد استولينا على المال كله ولم يبق له إلا الفتات. ماذا يفعل هذا الصغير في السوق؟ لكن ميراثي الحقيقي كان ما تعلمته من أبي، فاجتهدت في التجارة وبارك الله في عملي حتى كثرت تجارتي وازدهرت. أما أخواي فبدد المال في الخمر والقمار واللهو.
هيا بنا لنلعب بالنرد الليلة. حتى أحاط بهم الدائنون من كل جانب، فتذكرت وصية أبي وذهبت إليهما بالمال لسداد دينهما. انظر، لقد جاء بنفسه، والأفضل من ذلك أنه أصبح ثرياً. عندها عرض علي رحلة تجارة إلى جزيرة بعيدة، قال إن فيها توابل لم تصل إلى أسواقنا بعد. أيها الرجال، انقلوا الصناديق إلى السفينة برفق. لا، حملوا الصناديق بسرعة. فوافقت، ولم أعلم أن الرحلة تخبئ لي خيانة قاسية. مهما قسيا عليك فهما أخواك، فارعاهما ولا تتركهما للضياع. يجب أن نتخلص منه الليلة. إلى أين تذهب أيها الأخ الصغير؟ ما أجمل هذا البحر، لكن قلبي لا يطمئن. من هذه الفتاة الوحيدة؟ لماذا تبكين؟ هل أصابك مكروه؟ لا تخافي، أنت في أمان. تركوني وحدي هنا، كأنني لا أنتمي إلى هذا العالم. لا تخافي، أنت في أمان، وسأعيدك إلى مدينتك. لن أنسى معروفك يا سيدي، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. وفي تلك الليلة سنتخلص منه ومن تلك الفتاة. الآن. أبي، أرجوك لا تتركني. في تلك الليلة ألقيا بي في البحر مع الفتاة التي أنقذتها، لكن العجب وقع إذ كشفت الفتاة عن سرها، فقد كانت جنية ذات قوة عظيمة. لقد نجوت، لكن الخيانة لن تمر دون عقاب. ماذا يحدث لنا؟ نجد. أنقذتني من الغرق، ثم عادت إليهما لتقتص منهما، ومسختهما كلبين أسودين جزاء خيانتهما، وجاءت بهما إلي وقالت: هذا جزاء الغدر. لكني تذكرت وصية أبي فأشفقت عليهما وأبقيتهما معي، لعل الله يبدل حالهما يوما. وهذان الكلبان هما أخواي. البشر عابثون لا يرون إلا أنفسهم. ما أعجب حكايات الليل، فهي تعلمنا أن الحكمة من قلب البلاء. يا مولاي، لقد أدركنا الصباح، وغدا تنتظرنا شؤون المملكة. يا مسرور، اعتني بولي العهد نور الدين، فهذا أمر الملك. أمرك يا مولاتي.